الله وبركاته. أنا جوجو جيمز، واليوم راح أقول لكم قصة صارت لي وش استفدت منها. يلا الحين خلوكم مع القصة. أنا بنت عادية، كنا أنا وعائلتي نبغى نروح يعني لمكان عشان نتنزه فيه ونغير جو. وكنا قررنا إن نروح القرية العالمية. فرحنا فقلنا جهزنا أغراضنا ويعني شنطنا وفلوسنا يعني اللي ناخذها معنا وكذا. وش صار بعدين؟ عاد مشوار. قربنا كذا يعني من هذا دبي. ما يعني كذا قرب يعني يمكن كنا بالشارع كذا. رحنا محطة بنزين، وتشوف البنزين ما في زي هكذا داخل نفس السوبر ماركت كذا صغير لهذا. رحنا عنده واشترينا يعني شوية أغراض، لأنه هناك بعد يعني بالقرية العالمية كل الأغراض يعني معظمها سعرها غالي. فيعني قلنا إنه عادي حتى نشتري يعني من القرية العالمية، ما بنا نشتري وكذا. لا أخذنا أكل يعني شوية ونص كليناه بهذا السيارة، وخلينا الباقي للقرية العالمية. وبعدين ما بكلمكم وصلنا القرية العالمية ونزلنا كل شيء معانا. وبعد جبنا عنا زي العربة كذا اللي نحط فيها أغراض يعني ونشتري. فجبناها وبعدين قعدنا يعني ندخل وكذا. وأول دولة دخلناها طبعا السعودية. أهلا وسهلا بأهل السعودية. طبعا دخلنا السعودية واشترينا لنا أشياء وكذا، يعني أخذنا أشياء سعودية، ملابس سعودية وأشياء يعني كثيرة. فبعدين قالت أمي إنه قالت لأبوي يعني ليش ما نروح القرية الأفريقية. رحنا القرية الأفريقية وعاد جلسنا وكذا. يعني قاعدين كذا نشوف الأشياء. كان عندهم أكثر شيء كان عندهم الكريمات وكذا أشياء يعني، وكانوا بعد يسوون حنة مع غير حنة زي هذه بالضبط. وكذا كذا رحنا كذا قلنا ليش ما نروح مكان ثاني كمان يعني زرنا أكثر من قرية. تمام. وبعد ما طلعنا من قرية والله ما أتذكر وش اسمها يعني القرية، ممكن هذا شو اسمه اليمن شيء ما أتذكر. تمام. شو صار إن أنا عاد تمت يعني مندمجة مع شيء، وفجأة شفت إنه أهلي مو عندي. وها هنا المشكلة تبدأ، إنه تميت أدور وأنا خايفة، وكنت شوية وببكي بس ما بكيت طبعا. وتميت أدور أكيد بهذه اللحظة يوم أهلي شافوني إنه ما معهم تمام خايفين ويدوروا كمان عندي. بعدين أنا قاعدة أدور عليهم وهم قاعدوا يدوروا علي. وبعدين طبعا قعدنا ندور وبعدين لقيتهم. طبعا هذا أختي. بعدين لقيتهم وبعدين تميت أحطهم قالوا لي مرة ثانية حطوا لايك اشتراك تفعل جرس. تمام. قالوا لي مرة ثانية لا تروحي عنا مكان بعيد أو لا تمي تطالع شيء وتمي عدالينا صدق ما قرية عالمية. يس حتى صار نفس كم سنة ما أدري، بس مهم إنه صار عند أختي كمان نفس هذا الشيء يوم ضعنا بالقرية. أنا ضعت حتى مرتين. نعم طبعا هذه القرية العالمية لازم وأنصحكم إنكم يعني يوم تروحوا مكان أو شيء تتكلموا مع أهلكم وتاخذوا معكم تلفون احتياط أو تخلوا رقم أمكم وأبوكم عشان لو ضيعتوا أو شيء تروحوا مع يعني قرية أو مثلا روسيا وتوقفون عندها وتقولوا أنا عند كذا القرية وبيجوا عندكم. لو كنتوا صغار وما عندكم زي هكذا روحوا عند أي حارس أمن وهذا خبروني أنا ضعت عن أمي أو شيء. هو بينادي أمكم ما بيدور يعني معكم بيكمل معكم عشان ما حي يعني من هذا الهنديين ولا شيء ياخذوكم. طبعا أختي شافوها الشرطة وخلوها معهم. ويس يا جماعة بعدين آخر شيء طلعوا في الألعاب بس هذه نهاية قصتنا. طبعا أتمنى استمتعتوا بهذه القصة، وطبعا اكتبوا لي مواقف صارت لكم، موقف أي شيء، موقف محرج، موقف مرعب، أي شيء صار لكم، أي شيء أي صار لي أي صارت لكم، وأنا راح أطلع لكم كومنتاتكم. وبس والله يلا أحبكم باي. لا تنسوا اللايك والاشتراك يا جماعة. خلوا أختي تطلعني معها في الفيديوهات. اكتبوا لها تعال. يلا مع السلامة. أحبكم.